تجربه عن حاجه بتساعدني في شغلي جدا، ابل 14 برو ماكس 1 تيرا بايت. بصوا اسمعوا الصوت ده كده اهو. الكاميرا بتاعتي طبعا تحفه، ساعه ضخمه تقيله. الساعات الكبيره دي بالنسبه لي عشق. انا حوالي دفعت في الاثنين دولت حوالي 100,000 جنيه مصري. بصوا تعالوا نسمع الصوت ده كده. بصوا الساعه فتحت اهي. استثمر في نفسك، انفست ان يور سيلف. كل لما تعمل حاجه كويسه لازم تكافئ نفسك. انا اتمنى لكم الخير من كل قلب والله العظيم. السلام عليكم. النهارده فيديو جديد، تجربه عن حاجه انا كنت مستنيها بقالي فتره بالامانه، وهي حاجه بتساعدني في شغلي جدا، وهي تخص الفيديوهات والسفر والكلام ده. بس انا هقول لكم ليه انا بشير معاكم التجربه دي، وحابب ان انا اوريكم كل حاجه بعملها تخص التصوير. رقم واحد، انا استلمت التليفون الايفون 14 برو ماكس 1 تيرا بايت. طيب انا ليه مبسوط؟ عشان خاطر انا استنيته كتير قوي، لان هو في الدنمارك مش كتير اللي بيبيعوا ال1 تيرا بايت، يعني في ال 256 512. ال1 تيرا بايت مش مطلوب قوي عشان مفيش حد بيستخدم المساحه دي، وكمان غالي قوي. رقم اتنين، اشتريت الساعه الابل واتش الالترا الكبيره. هي ساعه جامده قويه هتساعدني برضو في التصوير. نستكشف انهي الساعه وانهي الايه التليفون. يلا بينا يلا بينا نفتح العلبتين وفي الاخر نقول ايه فين التليفون وفين الايه الساعه. الهدف من ان انا اشتري تليفون غالي او الساعه دي بالمبلغ ده، انا حوالي دفعت في الاثنين دولت حوالي 100,000 جنيه مصري. السبب في كده هي رساله انا عايز اقولها لكم، هو ان انا بستثمر في نفسي. ازاي بتستثمر في نفسك؟ يعني انفست ان يور سيلف. مهم جدا ان كل لما يبقى معاك فلوس تجيب بيه حاجه لنفسك، تستثمر في كورس. ده احسن كتير من انك تضيع فلوسك على حاجات تافهه ملهاش لازمه. طيب التليفون ده هو غالي، بس في نفس الوقت هو بيساعدني في شغلي، بيساعدني في اماكن ما ينفعش ادخل بيها في الكاميرا، فبدخل بيها بالتليفون. وطبعا عشان كاميرا الايفون محترمه جدا 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 جدا، فانا اشتريت التليفون ده. رقم اتنين، اتعودوا على حاجه، كل لما تعملوا نجاح في حاجه معينه كافئوا نفسكم. جيبوا حاجه انتوا بتحبوها، كانك بتجيب هديه لنفسك. ده هيساعدك كتير قوي في المستقبل انك تتقدم، وان انت تنجح، وان انت تشتغل على نفسك، وان انت تعمل حاجه محترمه في حياتك. الكلام ده انا عملته في حياتي ونجحت، فانا بنصحكم لله، صدقوني ده كلام من القلب لاخواتي، سواء اخواتي الصغيرين او اخواتي الكبار. يبقى احنا كده قلنا اول موضوع ان هو بيساعدني في شغلي. تاني حاجه ان انا بكافئ نفسي، لان انا وصلت دلوقتي تقريبا اكتر من 4000 سبسكرايبرز، ودي في مده قليله قوي، في حوالي مثلا شهر ونص شهرين تقريبا وصلت لعدد المشتركين ده. ولسه يعني احنا في البدايه بيبقى الموضوع دايما صعب، لكن في المستقبل هتلاقوا ال 4000 دولت بيجوا لنا في ايام معدوده مش اسبوعين. يلا بينا نفتح التليفون والساعه ونستكشف كده الموضوع سوا ونعرفه زي الفل. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الجو برد على فكره والدنيا مش كويسه. اوبا، شغل فاخر على الاخر. بالامانه ابل متفوقه. بص اهو اهو، ادي ابل اهو، ابل 14 برو ماكس 1 تيرا بايت. انا مبسوط عشان بالامانه استنيت كتير قوي، استنيت بتاع شهرين مثلا عشان يجي لي. بصوا بقى يا جماعه، بصوا اوبا، الصوت جامد، الصوت كده وانت بتفتح العلبه جامد. يلا جماعه، انتوا اخواتي وانا بشارك معاكم حياتي برضو، مش الرحلات بس، عشان خاطر تبقوا مواكبين اللي انا بعمله اول باول، عشان اكسب 100,000 جنيه من اليوتيوب. يا ده بعد 3-4 سنين مثلا. بعمل ده علشانكم وليكم. الرحلات والفيديوهات وكل الكلام اللي انا بصوره ده انا بعمله علشانكم صدقوني، وعشان انا بحب ده. فاتمنى ان انا لما اقول لكم دعموني بكومنت او لايك او سبسكرايب او انشروا الفيديوهات دي، يعني ده اقل حاجه انا استحقها بعد المصاريف اللي بصرفها في السفر، وبعد تعب وبعد المجهود. ده حب صدقوني، مش حاجه يعني انا مغصب عليها، لا انا بعمله عشان انا بحب ده، وحابب اشير معاكم ده لاخواتي العرب والمصريين في كل حته. يلا بقى نكمل ونفتح الهوبا لالا. انا جبت اللون البنفسجي شويه ده. طب يلا بقى نفتح اللقطه الاولى دي. لا سحر ولا شعوذه. بالامانه لونه جامد.
الكاميرا بتاعته طبعا تحفه، ويا رب يا رب يا رب من كل قلبي ربنا يرزق كل واحد ويجيب التليفون ده ويجيب احسن منه كمان. انا اتمنى لكم الخير من كل قلبي والله العظيم. ده التليفون مش هنفتحه، نفتحه بعدين بقى كده اهو، ايه نبقى نعمل عنه ريفيو. دلوقتي نفتح الساعه الالترا دي. بصوا ده موضوع الساعه اصلا كبيره وجامده. انا اصلا بحب الساعات الكبيره بالامانه، الساعات الكبيره دي بالنسبه لي عشق، وهتساعدني بقى ايه في الرحلات والكلام ده، عشان بشوف فيها نفسي في الكاميرا. يعني ساعات لما بصور نفسي مثلا بالموبايل او حاجه ما بعرفش اشوف نفسي، فببص في الكاميرا بتاعه الساعه بعرف احدد الزاويه بتاعتي والمكان بتاع التصوير بالظبط. فبالامانه برضو حاجه بتساعدني في شغلي، مش جايبها مثلا ايه منظره، لا هي ده كله بيفيدني في شغلي، فانا استثمرت. اللقطه دي بتعجبني قوي على فكره. بصوا اسمعوا الصوت ده كده اهو يعني بيديك كده ايحاء ان انت ايه بتجيب حاجه جديده قيمه. بالامانه الساعه نار. بصوا مغلفينها لكم وحاطينها لكم، انا مش عارف اقول ايه. بصوا الساعه ضخمه يعني تقيله، بالامانه الساعه تقيله، وتحسوا كده ان هي ايه متكلفه. ده هنا اهو نفتح. ده الشاحن بقى المره دي بتاع الساعه دي بالامانه هم عاملينه كده ايه حاجه شغل جامد بصراحه. يعني دايما الشواحن بتاعت ابل بتلاقوها بلاستيك، دي عاملينها كده ايه زي ماده زي القماش جامده تستحمل بالامانه الشغل. الباند بقى اللي هو الستيك بنقوله كده بالمصري، ده بالامانه يعني لقيته من ضمن اشيك حاجات بصراحه. اللي هو الجي هوك ده بشيله كده اهو، طبعا ما بيتشالش بسهوله، وبتحطه ايه هنا اهو. طب ليه انا جبت الجي هوك ده؟ عشان خاطر ساعات في فيديوهات انا بصورها بتبقى بالامانه بطلع جبال وبتسلق في حاجات وبعمل حوارات، لو انا مش معايا ستيك جامد يحافظ على الساعه تقع. الموضوع ده هيحافظ على الساعه بشكل كويس جدا. بصوا تعالوا نسمع الصوت ده كده. بصوا جامد، صوت جامد اهو كبيره بالامانه. الساعه فتحت اهي. الغرض من الفيديو ده هو بالامانه 3 حاجات. رقم 1 استثمروا في نفسكم. اللي معاه فلوس يستثمر في كورسات، يستثمر في حاجه يتعلمها، يستثمر في علم، يستثمر في كتب يقراها، يستثمر في اي حاجه. لازم تستثمر في نفسك، واحلى استثمار لا في الكريبتو ولا في البيزنس ولا في اي حاجه. استثمر في نفسك، invest in yourself. لازم تستثمر في نفسك. رقم 2 كل لما تعمل حاجه كويسه كافئ نفسك. كل لما تعمل حاجه كويسه لازم تكافئ نفسك. نجحت في الجامعه بتاعتك كافئ نفسك، جيب لنفسك هديه انت بتحبها. نجحت في حاجه انت كنت مستنيها بقالك كتير كافئ نفسك، جيب لنفسك حاجه انت بتحبها. لازم تكافئوا نفسكم، لان مفيش حد هيكافئكم الايام دي. مفيش حد يجي يقول لك الله انت نجحت السنه دي يلا بقى خد الهديه دي، لا انت اللي هتكافئ نفسك. وده تاني حاجه انا بقولها لكم. رقم 3 والنقطه دي تخصني جماعه، انا بصرف المصاريف دي مش عشان خاطر ان انا اكسب من اليوتيوب، انا ما بكسبش من اليوتيوب خالص. وعلى مبدا اكسب من اليوتيوب قدامي 2 3 4 على ما القناه يبقى فيها ملايين الملايين، عشان خاطر ربنا يكرمني واعرف بعد كده اسدد ثمن الرحله وثمن الكاميرات اللي انا جبتها. انا مش طالب كتير، يا رب تبقى الرساله وصلت. انا بعمل ده علشان خاطر انا بحبكم ومحتاج منكم دعمكم. نهاركم زي الفل، انتوا اخواتي، انا بعمل ده علشانكم وليكم. ارجوكم دعموني، اعملوا لايك، سبسكرايب، اكتبوا كومنت، شيروا الفيديوهات بتاعتي لكل الناس، دعموا صفحه الفيسبوك، الانستجرام، التيك توك. كل ده هيساعد ان القناه توصل لل1,000,000 مشترك في اسرع وقت، لان التارجت بتاعنا 1,000,000 مشترك في خلال سنه. وكل مره وكل فيديو وكل استكشاف بعمله هقول لكم ان يوم ما نوصل ل1,000,000 مشترك هعلمكم احلى بيزنس اونلاين يخليكم تكسبوا فلوس كتير قوي، ومن خلال الفلوس دي تلفوا العالم وتبقوا زيي واحسن مني. انا بحبكم في الله. نهاركم زي الفل، سلام عليكم.